اهلا يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. جيت لكم بقى النهارده بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم جدا. عملت شويه يعني بصوا تجديدات بسيطه بس حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله في المطبخ، وافكار كده للديكور وحاجات كده بسيطه بس خلت شكل المطبخ في مكان تاني وفي حته تانية ان شاء الله تعجبكم. وقلت اصالحكم كده بقى بعد الغيبة الطويلة دي، صالحكم بالفيديو ده. حطي بقى لايك للفيديو واشتراك لو لسه مشتركتيش، ولو نسيتيني كده انزلي فعلي علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم. بصوا مبدئيا كلكم عارفين المطبخ بتاعي، ولو اول مرة بتشوفيني ادخلي كده خدي لفة في القناة عشان تعرفي كده انا بتكلم عن ايه. انا عندي هنا حاطه جزء كده من المطبخ، حاطه فيه اللي هو الفوم الحجري ده. بصراحه كان فيه جزء منه كبير قوي فيه دهون وكده، وهو طبعا صعب انه يتنضف، فكنت متضايقه منه جدا فقررت ان اشيله. كنت هشيله كله، بعدين قلت انا هشيل الجزء بس اللي فيه الدهون واحط مكانه الاستيكر اللي هو الرخامي ده بتاع الرخام. وبعدين حسيت انه شكله في المطبخ كله مش هيبقى حلو، فقررت ان انا اشيل جزء واحد بس، والحمد لله ان انا عملت كده. بصوا بقية الفوم انا بوريهولكم نضيفه زي الفل، مفيهوش اي حاجة. هو الجزء بس اللي عند البوتاجاز علشان الزيوت والدهون وكده، ومع اني كان ايدي فيه وبنضفه باستمرار، بس طبعا الفوم ده اي حاجة بتلزق فيه بصراحة ما بتطلعش. فقررت ان انا اشيله، يعني الجزء برضو اللي ورا الحوض كان فيه شوية حاجات كده طرطشة برضو من الصابون، رحت ماسكاه مصبناه وصبنت بقى الرخام ونضفت الشفاط والسلك بتاع الشباك، وعملت كده بالموب كل السيراميك الباين. عايزه اقول لكم بصوا خليته زي الفل. طبعا انا بعمل العمله دي مثلا يعني على طول، والله مش حاطه ميعاد معين. كل ما بقى الحاجة بتبقى متبهدلة قدامي بعملها. كمان الصينية اللي ورايا دي غسلت الكاتل، الورد والحاجات الزرع اللي هي اللي انا بحطها على الرخام دي، كل حاجة اتغسلت واتنشفت كويس جدا واتصفت، وحطيتها كده على الصينية ورايا وفضيت بقى المطبخ كله قدامي علشان ايه ابتدي ان انا الزق بقى الستيكر كده اللي احنا كنا جايبينه مع بعض في فيديو المشتريات. ولو ما شفتوش الفيديو ده هحطهولكوا فوق كده في علامة الاي علشان ترجعوا تشوفوه، او في شاشة النهاية. بصوا اول حاجة جبت الستيكر كده وبقيس على المكان اللي انا هعمل فيه، يعني هلزق فيه. وببتدي ان انا اخد كده طرف الستيكر، وانا منزله لكم كذا فيديو بطريقة لزق الستيكر على القناة ديت وعلى القناة القديمة كمان. بصوا بقى هنا الطريقة ولا اسهل من كده، بتجيبي بطاقة او كارت او فيزا او اي حاجة عندك، وتبتدي ان انتي تفرغي الهوا وترجعي كده بالستيكر من يعني ايد تحت وايد فوق، وترجعي كده وتفرغي. انا بلزق ستيكر ليه؟ علشان انا عندي بصوا ده الستيكر القديم ده بقاله مثلا 3 سنين. بلزق عليه، غيرت عليه مثلا ستيكر دي تالت مرة، وبسيبه برضك على الرخام علشان بصراحة متين وبيحميلي برضو الرخام. بصوا بقى انا بلزق الستيكر ليه؟ لان انا عندي شكل الرخام اللي هو القديم اللي هو الجلالة ده والابيض، وعندي حتة رخامة سودا، فطبعا المنظر مش بيبقى حلو، فبحب ان انا اغطي بستيكر يا اما اسود يا اما ابيض. طبعا كنت عاملة الابيض كذا مرة معاكم، وعملت برضو الاسود سبته شوية كتار، وبعدين زهقت رحت قلت ايه لما الزق بقى الستيكر. المفروض الحاجات دي كلها كنت جايباها من قبل رمضان وهلزقها وهعملها وديكورات ومشتريات رمضان، بس يعني ايه قدر الله ما شاء فعل، معرفتش اعمل كل ده لظروف ما. فقلت خلي كده التجديد في وقته لما تكون كده النفسية كده ايه مؤهلة لده. خلصت كده الجزء اللي انتوا شايفينه ده بتاع الكوفي كورنر، كل حاجة في المطبخ اتلمعت. الدواخل كلها نضيفة وزي الفل، بس الحاجات اللي من على الوش كلها نزلتها، ديكورات طواجن اي حاجة لمعتها. الطقم ده انا كنت شايلاه، كنت حاطة طقم بداله، غسلت الطقم اللي هو اللي انا كنت شايلاه ده اللي انا كنت حطاه، وطلعت الطقم ده كان نضيف. بصوا ده اللي انا كنت يعني حطاه. بقيت افضي واحط كده في طبق كده كبير، والحاجات اللي بتطلع بغسلها وبشيلها لو حابة اجدد. زهقت من الطقم ده برجع للقديم الكلام ده. طبعا انتوا اعملوا كده لان آه، التجديد حلو، كل ما بتجددي كده النفسية. حتى لو بصوا علب الشاي والسكر
بتجدديها، بتجددي كده النفسية، بتحسي ان انتي عملتي حاجة جديدة. كمان الحاجات اللي عندك مثلا القطع الحلوة المهمة بتكوني ايه غسلاها ومنشفاها وشايلاها، بتكون حلوة جدا لما بتطلعيها كده. مثلا تنظيف شهري، تروحي شايلة العلب دي وحاطة العلب دي مكانها. مجات، بصوا اي حاجة بسيطة، مش شرط ان انتي تكوني جايبة مشتريات واو وتكلفي نفسك كتير. لا، الحاجات البسيطة جدا بتدي حاجات بتدي انطباع حلو كده وراحة نفسية في المطبخ. وانا بالنسبة لي الراحة النفسية هي النظافة، ان انا تكون كل حاجة قدامي متلمعة ومتنشفة وكده بتبرق قدامي، هي دي الراحة النفسية، مش شرط بالمشتريات خالص. زي ما انتوا شايفين الركن ده بتاع الخشبيات انا بحبه قوي، مش بحب اغير فيه كتير، لان بحبه كده زي ما هو بتفاصيله. لمعت بقى البلانشات دي كلها، ولمعت السبت الخوص، لمعت كل حاجة. بحب الخوصة دي قوي، حبيبتي جدا، بحطها كده مكانها. بحب قوي الخشب، الحاجات الخشبيات في الابيض بتدي منظر حلو قوي وشياكة في المكان. بصوا المنظر بسيط جدا وحلو وسيمبل، ومحطتش تفاصيل كتير قوي. في جزء كده من الاستيكر كلكع معايا شوية بس شغال، يعني عملته بدبوس وكان تمام جدا. نيجي بقى للجزء الاهم في المطبخ واللي انا عاملة التجديد عشانه، وهو التوابل. طقم التوابل ده عندي بقاله شوية، وجبت بداله ده. كان نفسي فيهم من زمان قوي، وما كانوش بيتباعوا غير في الستور بتاع ايكيا، بس طبعا مشوار ايكيا كان صعب بالنسبة لي، ولما روحت ما كنتش لاقياهم. وبعدين دلوقتي انتشروا بصراحة وتوفروا في اماكن كتير. عندي هنا بقى الطقم ده انا كنت جايباه، وهقول لكم تجربتي معاه في الروتينات اللي جايه ان شاء الله. بفضي كده، انا كنت لسه هشتري توابل يعني اول الشهر، فقلت فرصة يلا وهو الطقم فاضي كده افضي كده الحاجات البواقي واستعملها عقبال اول الشهر تكون خلصت، اجيب بقى توابل جديدة وابتدي ان انا احطها. كان اغلبية التوابل عندي خلصانة، والاغلبية التانية كانت بصراحة باظت من الحر، يعني ابتدى الجو يحرر. والطقم ده للأسف فيه علب منه بتسوس التوابل، ف ما انصحكوش بيه، وهقول لكم على كام عيب كده انا برضو واجهني معاه، يعني عيوب قاتلة بصراحة. هنا بقى عندي قمع كده امور قوي، بحب احط كده بيه التوابل، مخصصاه يعني للتوابل. وهنا دول تلات برطمانات جايين مع طقم الزياتة والخل، حلوين قوي وعجبوني وحسيتهم عمليين جدا. فضيت كده بدل ما افضي الفلفل الاسود زي ما انا فضيت في البرطمان ده، طبعا اكتر حاجة بنستخدمها الملح والفلفل الاسود، ففضيتهم في العلبة بتاعت اللي هي فيها معلقة علشان تبقى سهلة عليا. وحطيت كمان العلبة التانية فيها ملح، والعلبة التالتة دي هعمل فيها ملح مبهر. قلت التلات علب دول هيبقوا بالنسبة لي الاستخدام الامثل، يعني ان انا ايدي فيهم على طول، وان هما فيهم معلقة فهيسهلوا عليا. ابتديت بقى ان انا افضي بقى بقية البهارات، الكزبرة والشطة والكمون، 3 حاجات الاساسية هخليهم مثلا فوق. بعد كده هفضي بقى بقية التوابل، الملح اللي هو قولوا معايا التوم باودر وبصل باودر. تعالوا بصوا بقى على الشياكة والأناقة والحاجة اللي انا جبتها قدرا كده. لقيتها في محل كده وانا ماشية، عجبتني جدا. ما كنتش عارفة بصراحة احط التوابل اللي انا جبتها دي على رف ولا على الرخامة، ولا انا هعمل لهم حاجة دي اي واي كده يعني احطها. ما كنتش عارفة بصراحة احطهم على ايه. بس لما لقيت ده قلت له تعالى انت كنت فين، انا زي ما يعني معرفش. بص سبحان الله، الحاجة اللي بتكوني بتفكري فيها تدابير ربنا بتبقى احلى بكتير. انا لقيته في محل كده جنبي بتاع ادوات منزلية بشتري منه، عجبني قوي وحسيته هو ده، لا هو ده اللي انا كنت بدور عليه. خاصة ان هو كمان لونه جراي كده، لون الحاجات بقية الديكورات اللي انا جايباها وطقم التوزيع والحاجات ديت. وحسيت كمان ان التوابل اللي هي السيلفر في الجراي هتبقى حلوة قوي. فحسيته لا الله، يعني انت جميل جدا. الستيكر بقى اللي كنا جايبينه مع بعض، التوابل عندي ما كفتش بقى، بقيت يعني الحاجات اللي هي زيادة، بهارات سمك قرفة معرفش ايه. فكان عندي الطقم القديم اللي هو اللي ما بيقدمش بالنسبة لي، هو جوكر جدا، بيبقى حلو قوي. عندي بقاله سنين بصراحة، وبيشيل كمية توابل رهيبة. بصوا الطقم جميل جدا جدا جدا، والحامل طلع حلو قوي. عجبني جدا، واللهم لك الحمد، يعني تمام جدا.
جبت بقى طقم الزياتة والخل. والستاند ده كان عندي في الطقم القديم، يعني انا كان عندي طقم قديم اللي هو كنت بقول لكم بيخر كده. شيلته طبعا، غسلته وشيلته، قلت استخدمه في حاجة تانية. وجبت الستاند بتاعه، لقيته تحفة كأنه معمول للحاجات ديت او للأزايز ديت. برضو كنت جايباهم، مكنتش لسه عارفة هحطهم في ايه، يعني عارفين انا كنت جايبة شوية حاجات محتاجين شوية حاجات يكملوهم. فلما نويت ان انا ادخل المطبخ بقى وها هبتدي اجدد وهبتدي اعمل، لقيت بقى كل حاجة سبحان الله متيسرة يعني. فضيت كده الزيت وابتديت كده ان انا اغطيهم، واحط بقى الستاند كده، وهبتدي ان انا في استيكر جاي معاهم كده هلزقه برضو، هتشوفوه في اخر الفيديو، مكتوب عليه اويل وخلي يعني بالانجليش، فحطيتهم برضو. كان شكلهم حلو برضو شغال يعني. عندي كمان طقم التوزيع اللي كنت جايباه معاكم برضو. حسيته هو جميل جدا، بس حسيت كل القطع اللي فيه ما شاء الله كتير جدا، فمرضتش احطهم كلهم لان انا بعاني من الزحمة، فما كنتش عايزة اكرر نفس الغلطة. فنقيت كده، اقتنيت كده القطع اللي انا هستخدمها في، يعني تكون بالنسبة لي كده ان انا هستخدم الحاجات ديت يعني عمليا، مش هحطها شكل. وشلت بصراحة بقية القطع، لان قلت ايه، هيتبهدلوا مثلا دهون او مثلا بخار او كده، وانا مش هستخدم كل دول، يعني اكيد مش هستخدم كل القطع دي. فنقيت القطع المهمة قوي بالنسبة لي اللي انا هستخدمها، وشلت الحاجات المتكررة بالنسبة لي، شلتهم في العلبة وقلت شغال يعني وقت ما احتاج حاجة هطلعها. خاصة ان عندي معالق خشب وسباتيولات وحاجات تانية انا بستخدمها في الادراج، فما حبيتش ان انا احط القطع كلها. طبعا دي حاجة تريحك، لو انت حابة تحطي الطقم كله حطيه، بس انا بقولك على الحاجة العملية بالنسبة لست البيت. ولو انت عروسة بقى وحط حاجات كتير على المطبخ او على الرخامة عندك، صدقيني بتتملي دهون، حتى لو انتي نظيفة جدا وبتنضفي باستمرار، برضو الحاجات بتتبهدل معاكي وبتتملي بخار من المطبخ، لان المطبخ مش حاجة شكل، احنا بنستخدم كل حاجة، بنقلي بنشوي، بنعمل حاجات بسمنة بزيت، فالدنيا بتتبهدل معاكي. بصوا بقى المنظر، قولولي بقى، كلموني على الشياكة والكياتة. بصوا جميل جدا. بوتاجاز عندي كنت عامله تنظيفة عميقة جدا، وكنت مظبطة كده الدنيا. لما تكوني داخلة تعملي تنظيف، لما تكوني داخلة تعملي تجديد في المطبخ، حاولي تعملي تنظيفة عميقة كده حلوة، تخليلك التجديد اللي انت هتعمليه يبان. صدقوني بيفرق جدا جدا. انا بالنسبة لي لازما امسك المطبخ اشقلبه قبل ما احط اي حاجة جديدة، حتى لو صفيت معالق جديدة بمسك الحوض كده اصبنه، وامسك الصفاية والصفاية دي بالنسبة لي لازم تتلمع وتتنشف، حتى لو انا بحط فيها مواعين هتتبل. بس معرفش، انا معرفش اعمل يعني حاجة لما تكون كل حاجة زي الفل زي ما انتوا شايفين. بتاعة المعالق دي برضو مسكتها، حنفية الفلتر، الديسبنسر بتاع الصابون، كل حاجة اتلمعت واتنشفت، وده بالنسبة لي اهم حاجة. هنا كنت بقى بوريكم الحوض، انا كنت غسلاه ومنضفاه، حطيت بقى الصفايه وهي متصبنه كده، الزرع في المطبخ كله اتغسل، كل حاجه. التجديد مش بس للحاجات الجديده، التجديد للحاجات اللي في المطبخ نفسها، ان انتي تنضفيها كده، انتي جددتي النفسيه. بصوا الكفر ده كان عندي متشال والله، طلعته قلت له تعالى كده لما احطك. انا بلمع مرايه البوتاجاز باستمرار، بس ولادي بيجوا في الحته دي ويقعدوا يبصموا، ببقى بصوا تعبانه جدا، وافضل بقى عايزه كل شويه المعها كل يوم، وهما بيجوا برضو يعرفوا ان هي اتلمعت يروحوا مبهدلينها. فقررت احط الكفر ده بشكل مؤقت كده. كمان كنت بوريكم ان انا منضفه الشفاط والشباك وملمعه الدنيا كده من فوق. هنا بقى كنت دعكه المطبخ برضو، بس مكان ما كنت واقفه رحت جايبه الموب بشويه بريكس ورحت ملمعاه. حطيت كمان السجاده بتاعه المطبخ، وده كان شكل المطبخ النهائي. حطيت الحاجات اللي انا بستخدمها، الحاجات اللي بتريحني. دول علبتين كده كنت هشيلهم، ودي باسكت كده حاطه فيه العيش والبسكوت والحاجات ديت.
وده باسكت برضو ثبت حاطه فيه الشواحن والريموتات المراوح، لان بصوا كل حاجه خايفه عليها بحطها على البار، هاند فري، شواحن، ريموتات، عشان الولاد برضو بيضيعوا الحاجات دي. هنا حاطه حاجه البخور كلها، المباخر والبخور والحاجات ديت حطاهم كده في بوكس. وهنا الكوفي كورنر، العلبة ديت بتاعت الشاي والسكر والحاجات ديت. بحب لما يكون مفضية مثلا كيس سكر العلبة ما اخدتوش، بحب افضيه في علبة تانية وبحطه كده برضو قدام ايدي. مش عارفة هي الالوان زحمة ولا سيمبل، انا بالنسبة لي متناسق لحد ما لحد امكانياتي يعني. لو عجبكم بقى الفيديو اكتبولي في الكومنتات رأيكم، ايه حلو ايه مش حلو، اشيل ايه واحط ايه. حاجات بسيطة جدا جدا عملتها، بس حسيت ان هي غيرت لي الشكل كده، والمضمون زي ما هو ممكن، لكن الشكل الخارجي كده اتغير بنسبة كبيرة جدا. كنت عايزة اشيل كلمة كيتشن دي من ورا الحاجات، بس مش عارفة حلوة ولا لا، اكتبولي برضو في الكومنتات. هنا حطيت كده الحاجات وانا بوريكم بقى قد ايه هتبقى الاستخدام سهل يعني، بالمعلقة كده والملح هيبقى حلو جدا في الاستخدام يعني العلبة ديت. بس كده ده الشكل النهائي كده للمطبخ. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا كده واخدتوا طاقة ايجابية من الفيديو، وقمتوا كده تشوفوا وراكوا ايه وتنضفوا كده مطابخكم وتطلعوا كده الحاجات اللي انتوا شايلينها وتعملوا كده. بصوا بقولكوا الازازة دي انا بملى بيها الكاتل، مش بحط الكاتل تحت الحنفية عشان بخاف بصراحة من المية يعني انه يعمل كهرباء او حاجة، فبملى كده بإزازة. هنا بقى بصوا بقولكم كل حاجة متنضفة وده الأهم. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.